الاول يقول انه صاحب المطعم طفوا الكهرباء على مود الحريق فادت الى توقف المصاعد بالكامل. واكو مصعد من الخارج من ناشئ ذاك يؤدي المطاعم وهذا الدرج الوحيد. سيدي هذا المكان تلاحظ هذا المكان كله ماكو اي علامه ارشاديه لا مخرج ولا مخرج طوارئ. هسه انا هنا وقفت كل رفوف ما راح اشوف اي مخرج طوارئ. نعم سيدي. هذا اللي فيه اواني احنا لقينا بمخلفات الذوره والتفاصيل الاخرى. حددنا موقع بدايه الحريق اللي هو هذا الطابق. ليش؟ لان عندنا فيديو سحبناه من اشخاص اثناء الحريق يبحثون عن مخرج الدخان. حددنا موقعهم هو بالطابق الفوقاني. هسه نار كانت بالواجهه اول نعم هسه ادي عن هذا الفيديو. بس مبدئيا الاشخاص اللي ينقلون بحياتهم اكو دخان يصعد من الاسفل اللي هو الطابق الفوقاني. فبدنا الحريق وين؟ فوق ما عندنا شيء لان حرقنا بالجو. هذا اللي هو هذا الطابق اللي احنا فيه. الفيديو اللي انتشر النار من ذيك المكان اكو لهبه. تضرر اكثر البنك هاي متعرض لدرجات حراره جدا عاليه. ردة الفعل الدفاع المدني ما كان ممكن انه يوصل للمواطنين. والله سيدي احنا الدفاع المدني حدد اللي قدر يطلع من السطح. من السطح من برا بس من الداخل. الداخل ما قدروا. دولة الرئيس لو شوف المكافحة كلها بس من جهة واحدة من الأمام. لذلك النار ترجع وتاخذ باتجاه الطوابق فما صار عندهم مجال يدخلون من أي جهة يعني فقط من الأمام يعالج بس. واللي يعالج وين يوصل؟ ايش قد يوصل يعني يريد